يساعد الناس كلها في البداية عشان ربنا يسهل العنوان، لأن هو مجال جميل ومجال كويس في شيء إن شاء الله إن شاء الله يعني نحاول نطور من نفسنا على فكره مجال الدعايه والاعلان فعلا هو مش يلزم الناس، لان هو فعلا حلقه الوصل ما بين المواطن وما بين المعلن او اللي بيعلن عن المنتج بتاعه. هو النهارده معلن مستهلك منتج وحب يعمل حاجه حلوه للناس، ما دام هو حس بالناس ولمس مشاعر الناس، الناس دايما فعلا بتحب يقدر ايه النهارده بتاع الرافع وجميل. في قابليه، احنا شفنا الناس كذا حاجه، بس احنا حبينا نعمل الحلقه عشان هيبقى هديه للجمهور ببلاش. كل اللي هيجي من النهارده ليوم العيد خصم 30%، انما يوم العيد هيبقى اليوم ده ايه هدوء للشعب المصري، شعبنا الجميل. تقول المصري احنا شفنا المكان فوق الممتاز وفوق الرائع، يعني اللي هيخش هيشوف نظافه وهيشوف حاجه جميله. ومعانا حد من المصممين. ازاي حضرتك؟ تقول ايه يا استاذ كريم وانت النهارده جاي تشتغل في فتح فعلا هيثبت جدارته بعد فتره؟ والمكان بيوحي فعلا الخط العربي، يعني هو معتمد على الاصاله والخط العربي والذوق الرفيع، حتى الاضاءه والديكور والكلام ده كله جميل. تقول ايه وانت جاي فعلا شاب تشتغل عند حد هتحس فعلا ان المكان بيدفع. لا بصراحه المكان تحس مكان جميل قوي، اي حد يجي يشتغل هنا بصراحه كان نظيف والديكور مريح اصلا، لان حتى نفسه حتى المصمم هو بيصور يعني هتبتكر وتقدم تصميمات جميله باذن الله. المكان اهو، تعالوا حضراتكم شوفوا المكان. دي بيت الدروع والاوسكار والحاجات اللي بتتقدم في الانتاج او المهرجانات او المؤتمرات موجوده هنا، وبجوده وخامه عاليه جدا. الشغل هو الشغل مستورد وهو واضح فعلا ما شاء الله. الحاجه الجديده فعلا بتثبت لا لحضرتك المكان نفسه ممتاز. وفي دروع اهي كل ابطال العالم وكل الابطال بياخدوا الدروع ده في الرينج بتاع الحدود كام؟ احنا بالنسبه للميداليات احنا بنحضر الاسعار، الميداليات بتبدا معانا من 20 جنيه و 25 جنيه وشغل كله مستورد. ده اللي بيشيل الميداليه ده انت بتحس لما تروح ايفنت او تروح حاجه اللي بياخد واحده مني بيبقى بيتهيأ له ان هي مبلغ ضخم وبيبقى فرحان ولابسها في الايفنت كأن فعلا شايل ايه ثروه كده. على بنحاول ان احنا نكسب مكسب بسيط، وبنحاول ان احنا نرفع المعاناه والبضاعه متاحه لجميع فئات المجتمع ان شاء الله. حضرتك صوري كده شو وري الجمهور المكان وجودته والشغل العالي. دي مكنه ايه حضرتك؟ دي مكنه اسمها مكنه سلوفان، بعد ما بتقطع الورق بنسلسلها. يعني كمان بتحفظ الحاجه عشان طبقه حمايه للورق. بس ما فيش حد بيعمل الحكايه دي اول واحد حضرتك بتعملها صح؟ لا موجود متاح ان شاء الله، مش اول واحد بس انا بضيف. لا بس انا فعلا لما بروح اعمل حاجه الورقه بعد فتره او الشهاده بعد فتره بتلاقيها ايه بدات تفقد رونقها او جودتها، انما لما تحط عليها سلوفان بالعكس هيبقى طبقه حمايه. السلوفان بيبقى طبقه حمايه للورق وبيدي للورق جوده اعلى
ومده صلاحيه او استخدام استعمال اطول وأكتر. المكان جميل، ولو قلنا المكان فوق رائع، المكان ممتاز. الحاجات اللي بتقارن بيها رجال الجلده، الناس المهمه، الناس اللي بيختاروا اي بنت كده وبيبقى احنا عايزين نكرمهم بصوره حلوه لانه قدوا خدمات او بذلوا مجهود. الحاجات كلها هي وجديده، وهو قال ان هو مستورد الحاجه، واحنا عندنا مثلا في مصر يعني انت حابب تجيب جوده اعلى. هو انا متاح عندي الشغل المصري، بس طبعا لازم نواكب العصر ولازم يكون